إن هذه المؤامرة مؤامرة دولية، ونحن نقول إلى هؤلاء الذي أحد الرجال المناضلين المجاهدين قال: يا أبو يوسف، ماذا تقول عن هؤلاء المرتزقة؟ قلنا لهم: ها هم كلاب مسعورون وذئاب مذعورون وغربان جياع. لذلك نحن قاومنا هؤلاء ليس من هذا التاريخ فقط، منذ 1000 عام ونحن في هذه الأرض، ومنذ القرن 12 وال11 نحن وأبائنا وأجدادنا ثابتون إلى ما لا نهاية. نحن نهلنا حب الوطن من سير أمهاتنا، وهكذا علمونا الآباء والأجداد. لقد استعمرت هذه الأرض الأتراك ما يقارب 400 عام، ولذلك كان عندنا مع الاستعمار التركي درس ولم يفهموه حتى هذا اليوم. 72 موقعة، يعني حرب طاحت في كل موقعة مع الأتراك، وكان الانتصار لنا. أبناء سوريا، أبناء جبل العرب والأرض السورية الصامدة، قد حررنا الأرض السورية من الاستعمار التركي، فأتى بعده الاستعمار الفرنسي. كذلك قاومنا نحن والآباء والأجداد، وسنبقى إلى الأبد. طردوا من هذه الأرض. بعدهم أتى الاستعمار الإسرائيلي، فقلت الأمير الضروري قائد منطقة الشمال في قرية عين قنية عندما دخل، قلت له: لماذا دخلت هذه البلد ونحن أهل هذه البلد؟ قال: لا نريد أن تبقوا في المظاهرة. قلت له: اسمع مني، أنا راح أحكيك كلمتين. هذا الطريق التي دخلت منها إلى هذه البلد لقد دخلوها قبلكم الأتراك والفرنسيين وذهبوا، ونحن أبناء هذه الأرض، نحن أصحاب الأصالة، نحن سنبقى أحياء على مدى الأجيال والتاريخ، لأن أبانا وأجدادنا وضعوا بأعنقنا دماءهم التي عطرت هذه الأرض، وسنحافظ عليها بأرواحنا، شبابا وشيابا وأطفالا ونساء وشيوخ. وعاهدنا الله أن تكون بيوتنا قبورنا، ولا نفرط في ذرة واحدة من التراب. واليوم هذه الهجمة التي هجموها الحلف الأطلسي وأمريكا أرباب إسرائيل كلهم يعملوا لصالح إسرائيل، وأسلحتهم ليس أسلحة قد حسنوا فيها وأعطوها إلى هؤلاء المرتزقة الذي قلنا عنهم الرخيصون العرب والمسلمون الذي سقطوا. هؤلاء سقطوا كما تسقط الفاكهة الذي ضربت لإحدى الذبابات من الشجرة فلا قيمة لها. لذلك الحمد لله سوف ننتصر على هؤلاء المرتزقة وعلى أمة أمريكا وإسرائيل والحلف الأطلسي بكامله، لأنهم لم يتعلموا الفرنسيين ولا الأتراك من الدرس الأول. ونحن نقول إلى زعماء الخليج وشيوخها: أنتم ساقطون، لأنكم أنتم تفرغنتم ما بين البحرين، فإن هذه الفرعنة غرق فرعون في اليم، لأنه عصى الله. أنتم عصيتوا الله، وقد عملتوا فتوات لذبح وسفك دماء الأبرياء وهتك الأعراض وتدفع الأموال من أجل هذه النفوس التي تحملوها، النفوس القذرة. غرق فرعون في اليم، أما أنتم فوالله ثم والله وأحسمها سوف تغرقوا وتحترقوا بالنار، بنار صواريخكم التي دفعتها أموالها إن شاء الله. ولسوريا النصر القريب بقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد، وسنبقى جنود أوفياء في هذا الوطن على مدى التاريخ.